بسم الاب والابن والروح القدس الان واحد امين. حكايتنا النهارده مع القديسه جميله جدا وقويه جدا، واسمها القديسه بلاجيا التائبه او بلاجيه التائبه. فهي تعتبر من قديسات التائبات اللي اتكلموا عليها ناس كتير، ولقبوها بالمجدليه الثالثه، لان المجدليه الاولى هي المجدلية اللي كانت مع المسيح، والمجدلية التانية هي مريم المصرية. وبيقولوا على ديت برضو بلاجيا التائبة هي المجدلية التالتة. والقديسة بلاجيا هي تابت على يد القديس يونيوس الأسقف بتاع مدينة رها، وعاشت وتزينت بلبس الرهبان، وعاشت في جبل الزيتون. وهي عاشت حياة صعبة جدا مليانة بالشر، وتحول حياتها من الشر إلى الخير باعترافها على يد الأسقف، وإلى إنها تحولت حياتها إلى النقاء والصفاء وحياة العبادة الطاهرة، وكل ده بسرعة فائقة جدا ببركة صلاة هذا الأب. ووصلت حياتها لغاية ما بقت الحياة التقوى النسكية، وهي تنيحت سنة 460 ميلاديا. ولأن القديسة براجيا كانت ذو جمال باهر، كانت للأسف عايشة حياة الشر، وكان بتجتذب الرجالة الأشرار وبتعمل معاهم الشر، وكان ربنا مديها جمال فائق جدا، وهي كمان كانت بتلبس ملابس غير لائقة جدا، وعشان كده كانت بتقع في الشر بسهولة بدون أي مقاومة من حد، وكانت دايما حاسة إن في حاجة ناقصاها. حتى ان الناس الاشرار دول كانوا بيرموا الفلوس تحت رجليها من كتر ما هي جمالها باهر، وكان كل ده مطمعها في عمل الشر، وانها ما بتبذلش مجهود ابدا عشانه. لدرجة المدينة لما حست بوجود الإنسانة بتعمل الشر ديت، فاجتمعوا بسببها وجمعوا الأساقفة والآباء الكهنة وكلموا بخصوصها إن يشوفوا لها حل، لأنها للأسف وقعت ناس كتير جدا في الخطية والشر، وضيعت نفوس كتيرة قدام ربنا. وكان من ضمن لجان القعدة ديت الأب الأسقف اللي هي تابت على ايديه الأنبا يوليونيانس، وقال في القعدة دي إن أنا عايزة أشوفها وأتكلم معاها. ولما شافها الأب الأسقف ابتدى يستعجب جدا من جمالها الفتان ده، لكنها بتستخدم جمالها ده في الشر. فلما روح صلى من أجلها كتير، ووقف قدام أيقونة المسيح وعيط كتير، وقال يا رب خلص النفس ديت اللي بسببها بيسقط ناس كتير في الشر، وأنا هذكرها بكرة في القداس، ويا رب انت تتمجد وتخلص نفسها وتستخدمها للخير مش للشر. ولما نام بالليل حلم انه في القداس فعلا، واذ بطائر اسمر بيحوم حوالين الكنيسة وشكله قبيح جدا، وحاولوا يهشوه لكنه عمال يحوم حوالين الكنيسة. ولما الخادم الشماس ذهب بيه بعيد، لقاه طار بسرعة لناحية المعمودية، ولما غطس فيها طلع طائر أبيض جميل بيشع نور وبيشع صفاء ونقاء بطريقة غريبة غير اللي كان داخل بيها. وفاق الأب الأسقف على الرؤية الجميلة دي، واستعجب ايه هي الرؤية دي ومعناها ايه. وبالفعل لما قام الصبح عمل القداس، وكان من ضمن الحاضرين القديسة بلاجيا التائبة دي، وكانت العظة عن عظة الرجوع إلى الله والتوبة إليه، وإن ربنا بيقبل الخطاة وما بيقفش أبدا في طريقهم، بل بيساعدهم على التوبة عشان بيرجعوا تاني أنقياء زي الأول وأكتر. فمن كانت براجيا من ضمن الحاضرين، فبكت بكاء مرج كتير وقعدت تعيط كتير. ولما خلص الأب الأسقف في القداس، ركعت قدامه بدموع غزيرة جدا وتطلب منه السماح والصلاة من أجلها، لأنها نفسها تتوب لكنها مش عارفة تبتدي إزاي. لكن العظة بتاعته حست إن الله بيوبخها بنفسه وعايزة تتوب. وبالفعل الأب الأسقف راح للبطرك، وكل الناس شهدت على توبتها قدام الناس وركوعها ودموعها. ففعلا نالت على ايد البطرك سر العماد، وكمان تعهدها بشماسة روحية تدعى رومانا، فضلت معاها اسبوع كامل باللبس الابيض الجميل دوت،
تتعهدها وتعلمها تعاليم الدين، لأنها ما كانتش تعرف منه إلا قليل جدا، أو تكون نفسها ما تعرفهاش أصلا، فكانت بتنمو بالروح كل يوم. وفعلا بعد أسبوع من لبوسها التونيا البيضة قلعتها ولبست المسوح، وفضلت في دموع وصلوات ومطانيات. وقررت انها تلبس كمان لبس الرهبان وتروح تعيش في الدير. وفضلت كده 3-4 سنين، لغاية انها نفوس كتيرة سمعت عن خلاص نفسها وجت تصلي لها كتير، لانها بقت كسبانة روحانيات عالية قوي من عند ربنا، وبقت كمان بتعمل اعمال صلوات ومعجزات. فكانت الناس بتحب تأتي إليها وهي فاكراها راهب ناسك، لكنها كانت القديسة بلاجيا التائبة. وبعد كده ب3-4 سنين تاني تنيحت بسلام. ولما جم عشان يكفنوها عرفوا انها امرأة مش رجل. وطبعا القديس الأسقف قال انا كنت عارف، لكن هي فضلت تنكر في نفسها قدام ربنا عشان تفضل توبتها قدام ربنا لوحدها ومحدش يعرف عنها حاجة. وبركة صلوات القديسة بلاجيا التائبة تكون معاكم ومعانا امين. وبتعيد ليها الكنيسة الغربية في 9 أكتوبر، بينما الكنيسة القبطية بتتعيد ليها 11 بابا اللي بيوافق 21 أكتوبر. بركة صلواتها تكون معاكم ومعانا أمين. بركة القديسين كلهم تكون معاكم ومع بيوتكم وعيالكم وكل اللي انتوا داخلين فيه من مشاريع وأعمال. بركة القديسين والملاك مخايل والقديسة براجيا التائبة تكون معاكم أمين. وما تنسوش تشتركوا معانا في قناة نور القديسين يفرح. ربنا دايما يفرح قلوبكم بكل غالي، وياريت الاشتراك واللايك من ايديكم عشان نرفع القناة وتكبر بيكم. وبركة صلواتكم، اذكرونا دايما في صلواتكم، وانا كمان هذكركم في صلواتنا. امين يا رب. كل من ليه طلبة بشفاعة القديسة براجيا تكون معاكم امين.